أحكي لكم بارت 2 عن أوتاوا. من ناحية الجو بأوتاوا كنا نحكي إنه الجو يكون بيها بالشتاء أطول وبارد بالثلوج، أكو ثلوج قوية، بس إنه ينظفون يعني الشوارع دائما تكون نظيفة، حتى الباركينج والسيارات، بس الثلج جدا قوي اللي يتحمل البرودة. أهلا وسهلا بأوتاوا. من ناحية المدارس، طبعا المدارس هنا جدا قوية، وأكو هواية فعاليات للتعليم، فيها أنشطة للأطفال. حتى بالأجواء الشتوية أكو أنشطة وفعاليات، يعني الحياة ما راح توقف هنا بالشتاء. تكونوا لازم جاهزين، تجهزون كل الأشياء اللي تحتاجوها للشتاء، لأن هنا الشتاء جدا طويل وبارد. حتى هنا طبعا إذا في سنو ستورم الأطفال يروحون للمدارس، الناس كلها تروح للدوامات، عكس لما في وينزر يكون في سنو ستورم ما حد يروح للمدارس، ولا حتى مرات الواحد يقدر يطلب إجازة وما يروح للشغل. هي الأسعار جدا غالية، يعني هنا تقريبا إذا تاخذون غرفة من 2000 وفوق، غرفتين 2000 وفوق هماتين، بس على حسب المنطقة مرات تلاقون بيوت وشقق رخيصة على حسب المنطقة اللي انت حتسكن فيها، بس تعتبر غالية جدا مقارنة بوينزر. وبس حبايبي، أتمنى أكون جاوبت على كل أسئلتكم. إذا عندكم بعد أسئلة اكتبوا لي إياها، وإذا حابين تشوفون أجواء الشتوية في أوتاوا اكتبوا لي، وإن شاء الله أرد عليكم وأشوفكم في فيديو ثاني. كانت وياكم زهراء من كندا، مع السلامة.